السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا بقالي كتير ما طلعتش معاكم لايف. طبعا احنا مستنيين ان احنا نتجمع مع بعض كلنا عشان نتكلم في موضوع المتحول الجديد اللي منتشر اليومين دول والتغذية بتاعته، وازاي نحافظ على صحتنا وناكل اكل كويس. الحاجات دي من الحاجات المهمة اللي لازم نركز فيها في اي مشكلة صحية ممكن تطرأ عليك، سواء خاصة بقى بالمتحول الجديد، سواء خاصة بأي مشكلة أنت عندك. سكر، عندك ضغط، عندك مشاكل في الشرايين، عندك قلب، عندك خشونة في المفاصل. مهم جدا إن احنا نركز شوية في التغذية بتاعتنا، عشان دي مع الوقت تعمل مشاكل صحية، بخلاف زيادة الوزن اللي الشخص ممكن يكتسبها بسبب إن هو مش مهتم بالتغذية بتاعته السليمة. وهل معنى ان انا بعمل نظام غذائي صحي ان انا لازم ابقى بعمله عشان اخس في الميزان؟ القاعدة دي او الكلام ده لازم ناخد بالنا منه ان هو مش اساسي. على حسب كل مشكلة صحية بناخد نظام غذائي خاص بيها. في شخص بياخد نظام غذائي عشان يزيد في الوزن، عشان هو عنده سوء تغذية او نحافة او الوزن عنده قليل. في شخص تاني هو بياخد تغذية عشان يعمل انقاص في الوزن. في شخص تالت هو بياخد تغذية عشان يعمل تقليل في مستويات سكر الدم، لان هو التغذية بتاعته غير سليمة والسكر عنده بيبدأ يزيد، فبالتالي هو بيبدأ ينظم موضوع التغذية عشان يبدأ السكر يتنظم. كل دي تغذية، زي ما احنا عارفين ان التغذية هي علاج اساسي ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. فإن لابد ان انت تاكل بقى، فتلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس. ده الوصايا اللي وصانا بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما بنقول ان المعدة بيت الداء وبيت الدواء. انت هتشغلها هتبقى داء هتضرك، انت هتشغلها هتبقى دواء هتضرك هتفيدك. عشان كده دايما نهتم بالتغذية، عشان هي اساس جسمك، البنزين اللي جسمك بيمشي بيه. دايما ننقي الحاجة اللي بنحطها في جسمنا عشان تبدأ تشتغل معانا كويس. احنا دلوقتي نتجمع مع بعض عشان نتكلم في الموضوع اللي قلنا عليه. طبعا المتحول الجديد اللي منتشر اليومين دول هو متحول لكورونا، زي ما حصل ان جالنا الكورونا وعدت الحمد لله بسلام علينا وبخير. ناخد بالنا برضو ان المتحول ده ضعيف عن الكورونا، هو سريع الانتشار شوية، بينتشر بسرعة، بس هو اعراض نزلات برد عادية جدا. ممكن الواحد يحس بسخونية وتكسير في الجسم، ممكن يحس بألم في الزور، ممكن في بعض الناس بيبقى رشح زي دور البرد العادي. في ناس بيبقى مصحوب معاها اضطرابات في الجهاز الهضمي، اسهال. في ناس بيبقى مصحوب معاها ترجيع، على حسب كل شخص ومناعته، وعلى حسب هو الإصابة بتاعته قوية أو ضعيفة. بس إلى الآن الحمد لله مفيش إصابات قوية في مصر، مفيش إصابات أدت إلى وفاة. هو زي دور البرد العادي. فاحنا بنطمنكم إن الموضوع إن شاء الله سهل وبسيط، بس محتاج إن احنا النهاردة بالمرة نسترس ونركز شوية في التغذية بتاعتنا، إن احنا نهتم بأكلنا. حتى لو أنا مش بعمل إنقاص وزن، إن أنا أهتم بحياتي، إن تبقى حياة صحية سليمة. اكل احتياجي من البروتينات، وبالذات البروتينات، لان زي ما احنا عارفين ان البروتين المصدر الاساسي لتكوين الكتله العضليه، ومهم جدا لرفع مناعه الجسم، بيحسن وظائف الجسم. كنا زمان درسنا في ماده الكيمستري في الجامعه ان لو ما بتاكلش بروتين انت ممكن تموت. بس احنا ممكن ناخد البروتين في صوره حيوانيه، وممكن ناخدها في صوره نباتيه. زي ما احنا عارفين ان في مصدر للبروتين حيواني ومصدر نباتي. بس طبعا البروتينات الكاملة او المحتوى الكامل من البروتين بيكون موجود اكتر في البروتينات الحيوانية، زي البيض والجبن واللحمة والفراخ والسمك والتونة. كل دي تحتوي على بروتينات. الألبان، الزبادي، كل ده بيحتوي على بروتين كامل في كل الامينو اسيد الجسم محتاجها، فبالتالي بناخدها افضل من مصدر حيواني، افضل من المصدر النباتي. طبعا في ناس بتبقى نباتيين في اكلهم، فبيميلوا ان هم ياخدوا البروتين بتاعهم في صورة بروتينات نباتية. طبعا دي ممكن ياخدها من اكتر من مصدر، مش من مصدر واحد، عشان يبدأ يجمع المصادر بتاعة البروتين بتاعته كاملة.
يعني مثلا بياخد زيت سمسم مثلا على فول، ياخد طبق كشري مثلا فيه عدس، فيه مكرونات، فيه بتحط عليه مثلا البصل، بيتحط عليه، بياخد معاه البقوليات عامة بياخدها بصورة متكررة على مدار اليوم، بيركز شوية في الفواكه والخضروات، فبالتالي بيبدأ يجمع على قد ما يقدر الفيتامينات والمعادن، وبرضه ما بيوصلش ان هو ياخد البروتين بتاعه كامل زي الشخص اللي بياكل بروتين حيواني بس. طبعا الناس اللي دخلت معانا في اللايف وموجودة دلوقتي، منور يا دكتور، ده نورك يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيكي يا جودة. شمس، شروق الشمس، منور يا دكتور، متألق، ربنا يبارك فيكي. طبعا احنا مستنيين ان احنا نتجمع كلنا. طبعا المعلومات اللي انا بقولها دي نركز فيها شوية، ان احنا نهتم برضو غير موضوع مصدر البروتين بتاعنا، نهتم شوية بالمية، ان احنا لازم نشرب مية كافية على حسب كل جسم. يعني مثلا هندي مثال بسيط، انت لو وزنك 100 كيلو هتضرب في 3، انت كده خدت 3 لتر يوميا مية على مدار اليوم، توزعهم ما تشربهمش مرة واحدة. ممكن تاخد كوبايتين كوبايتين كوبايتين، زي ما احنا عارفين الاربع كوبايات بيدوني لتر ميه، فممكن اوزعها على مدار اليوم، او ان انا اعبيها في ازايز تبقى معروف اللتر ونص مثلا ده انا هاخد ازازتين كبار. ده مثال للميه اللي احنا لازم نهتم بيها كويس قوي. ده كمان بنهتم بشرب المشروبات الدافيه، نحاول ان احنا نشرب مشروبات دافيه كتير، زي الزنجبيل، من الحاجات المهمه جدا اللي بتحسن المناعه، اللي بتحسن الجهاز التنفسي، بتحسن انها بتوسع الشعب الهوائيه، وبتبقى كمان طارده للبلغم، بتخلي لو انت عندك تراكم في صدرك فيه بلغم يبدا يطلعه. كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. نهتم كمان ان احنا ناخد الزنجبيل والقرفه، وممكن لو حطيت عليهم عصره ليمون، من الحاجات المهمه جدا. وكمان الوصفه دي حلوه جدا في التخسيس، وبتساعد معايا في نزول الوزن. برضو من الحاجات المهمة جدا ان انا اضيف في اكلي الثوم والبصل، من الحاجات اللي بتعلي معانا معدلات رفع كفاءة الجهاز المناعي. نحاول ان احنا نوزع وجباتنا ل3 وجبات يومية، نحاول ان احنا نفطر ونتغدى ونتعشى يوميا. ما نقولش ان انا مشغول طول اليوم فانا باكل وجبتين، ما بقولش ان انا بصحى متأخر فما بفطرش فباكل وجبتين، او باخر فطاري فانا ما باكلش غير فطار وبعد كده باخد وجبه عشاء وخلاص. لا، لازم اكل 3 مرات في اليوم، هنفطر ونتغدى ونتعشى. ممكن بين الوجبه والوجبه يكون من 4 إلى 7 ساعات، ده بيساعدني كتير جدا ان انا اخد احتياجي من البروتين اللي احنا قلنا عليه. بناخد احتياجنا من كل المكملات الغذائيه، بتبقى انت رفعت معدلات الحرق، وخصوصا لو انت نظمت ما بين الوجبه والوجبه من 4 إلى 7 ساعات، هيفرق معانا جدا ان احنا معدلات التمثيل الغذائي بتاعنا والحرق واحتياج الجسم بيكون خده على مدار اليوم. فبالتالي مش هيحصل خمول، مش هيحصل كسل، مش هيحصل جوع او شراهه في الاكل فتضطر ان انت تاكل اكل زياده عن احتياجك، مش هيحصل كريفنج او اشتياقك لاكل حاجات غلط، مش هيحصل ادمان لاكل غلط انت اتعودت عليه نتيجه انك بتاكل اكل بروسيسد شويه، او اكل شارع، او اكل ان احنا بناكل اكل تيكاوي سريع بيبقى مطبوخ او مطهي بطريقه خاطئه واتعودت عليه فاكلته. لان كل الاكل الغير مجهز تجهيز سليم او في نسبه دهون او سكريات عاليه للاسف بيؤدي الى تقليل المناعه وزياده الوزن وتكوين خلايا دهنيه. هو كمان بيرفع معانا معدلات افراز الانسولين والكورتيزول الطبيعي، وده بيعمل لي زياده في محيط البطن، وكمان بيقلل لي معدلات التمثيل الغذائي. للاسف الناس برضو بتلجأ انها تقلل الفواكه والخضروات، ودي من الحاجات المهمه اللي لازم ناخدها اثناء ما احنا بنعمل نظام غذائي صحي، سواء بقى لانقاص الوزن زي ما احنا قلنا في اول اللايف، او سواء لو احنا قلنا ان هو بيعالج مشاكل صحيه. فاهتم بالفاكهه والخضروات واخد حصص كامله على مدار اليوم، ممكن اخدها بعد الاكل بساعه، ممكن اخدها مع الوجبه على حسب النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. نحاول ان احنا ندخلها بصوره مستمره، لان زي ما احنا عارفين ان الفواكه والخضروات بتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الكامله، بتساعد معايا في ملء البطن او امتلاء البطن نتيجه احتوائها على نسبه الياف عاليه، فبالتالي بتساعد ان الشخص ده يقلل كميات اكله وما ياكلش كميات كتير من الاكل الباقي. فبالتالي يبقى هو وزع الاكل بتاعه ما بين البروتينات والنشويات والدهون، وخد الالياف بتاعته والفيتامينات والمعادن كامله،
وكمان زي ما احنا عارفين ان الفاكهة من الحاجات المفيدة جدا للصحة وبتحسن النضارة، بتمد الجسم بالمية والألياف، فيها جميع الفيتامينات والمعادن. سبحان الله ربنا منوع لنا الفاكهة، وكل موسم بينزل فيه الفاكهة بتاعته وبتبقى مفيدة جدا في الوقت بتاعه. بس برضو لازم نبقى فاهمين ان الفاكهة من الحاجات اللي زادت عن الحد بتقلب للضد. دايما اي حاجة في التغذية ما تحاولش انك تزود فيها حتى لو هي صح او هي غلط. يعني لو انا قلت لك خد فاكهه، ما تزودش ان انا كل يوم هاكل كميه فاكهه كبيره. هاكل مثلا حاجه نفسي اكلها من الفاكهه اللي ممكن تبقى محتاجين ان احنا نقللها اثناء الدايت زي المانجا واكتر منها. حاول مثلا ان انا انظم وجباتي، ان انا اخد احتياجي من كل انواع الاكل. لو بتابع حمية غذائيه لازم الناس اللي عارفه وبتتابع تبقى عارفه ان هي بتاخد اللي مكتوب بالظبط عشان معدلات الحرق والتمثيل الغذائي يبقى مظبوط. وكمان عشان الجسم ما يتعودش احنا بنغير النظام اسبوعي او كل اسبوعين عشان يبدأ معدلات الحرق بتاعتك تبدأ تتغير ويبدأ يتحسن معاك النزول. ما تبقاش بتفقد كتلة عضلية وتنزل وتبقى فرحان انك بتنزل نزول غير صحي وفي الاخر بتزعل ان انت جسمك واقف او مش بينزل كويس. فدي من الحاجات برضو اللي ممكن تعطلنا. انا النهاردة طالع عشان اديكم شوية نصايح بسيطة، وكمان عامل لكم مفاجآت ان شاء الله هتتابعوني في خلال الشهر ده، شهر 8 نركز فيه. هيبقى فيه مفاجآت كويسة قوي وعروض قوية على الكورسات والجلسات عشان نساعد الناس اللي هي بتساعد انها تنقص في الوزن او تغير سلوك حياتها، اللي تغير تغذيتها من تغذية غير صحية لتغذية صحية. الناس اللي بتحاول ان هي تعمل نحت وتنسيق قوام، او عندها مناسبة معينة وعايزة تغير مقاساتها وتلبس هدوم معينة. الناس اللي عندها مشاكل صحية وعندها اضطرابات في السكر او في الضغط، او مشاكل في الشرايين او في القلب، او عندهم خشونة او الام في اسفل الظهر نتيجة زيادة الوزن، ان شاء الله هساعدكم ان انتوا توصلوا اللي انتوا عايزينه وتخسوا. طبعا الموضوع ده محتاج ان انت تاخد قرار سليم، تبدأ تتغير وتبقى حياتك كلها صح. ما يبقاش اكلك بس معتمد ان انا النهارده هروح للدكتور عشان اخس وبكره اسيب الدكتور هاكل كل حاجه والخبط. ده من الحاجات الخاطئه اللي ممكن الشخص يعملها، وللاسف بتساعده في زياده وزنه ودي بتضره مش بتفيده. هيبقى فيه حاجه مهمه قوي انا برضو هقولها النهارده في اللايف، ان احنا اي حد كان متابع معانا في العياده وبقاله فتره منقطع ممكن يرجع ان شاء الله يتابع معانا تاني عشان يرجع يظبط نفسه. ودي مبادرة عشان نساعد الناس اللي بتحاول تعمل انقاص وزن وحصل لها اي ظرف وقطعت عن المتابعة، ترجع العيادة تاني في خلال شهر 8 بدون ما تدفع كشف تاني. يعني هتدفع متابعة فقط لا غير، ومش هتدفع كشف اول ما تيجي العيادة. لان زي ما احنا عارفين ان في ناس لما بتقطع فترة طويلة بيبقى خلاص هي فصلت او الكارت بتاعها او السيستم بيبقى قفل عليها. فاحنا لا، هنفتح القصة دي للناس تاني وترجع ان شاء الله في خلال شهر 8 المتابعة هترجع متابعة بدون دفع كشف تاني. دي برضو من الحاجات اللي انا طالع اقولها لكم عشان تشجعكم ان انتوا ترجعوا تكملوا التغذية السليمة بتاعتنا وترجعوا تعملوا انقاص في الوزن وتوصلوا اللي انتوا عايزينه، ومفيش حاجة تعمل لكم اعاقة تماما. اي مشكلة تواجهكم اثناء الرجيم انا بتابعكم وبقول لكم لو في حاجة عندك ابعت لي وهتلاقيني بساعدك واقف جنبك. طيب اشوفكم ان شاء الله في لايف جديد. انا حبيت بس اطلع اقول المعلومات المفيدة دي، ناخد بالنا برضو من موضوع الرياضة والصحة، وعايزكم ان شاء الله تهتموا بصحتكم وبنفسكم. وانا ان شاء الله كل فترة هبقى معاكم لايف عشان تاخدوا بالكم من صحتكم واشجعكم عشان تبقوا شاطرين وممتازين وتتغيروا وتبقوا احسن ناس ان شاء الله وتكتسبوا الصحة والعافية. ربنا يديمها عليكم صحة. تحاولوا انكم تنظموا وجباتكم زي ما احنا قلنا 3 وجبات، وتشربوا المية، تهتموا بالبروتين الكافي. نحاول ان احنا نبعد بين الوجبة والوجبة من 4 ل 7 ساعات. نحاول ان احنا نصوم وننظف جسمنا من السموم على قد ما نقدر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا 2 وخميس او 3 ايام القمرية كل شهر هتساعد معايا برضو في تنظيف الجسم. الصيام المتقطع ان انا افطر واتغدى واتعشى فقط وما لقطش في النص، من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعدني في رفع معدلات الحرق والتمثيل الغذائي. اشوفكم على خير في لايف جديد. كان معاكم دكتور هشام الوصيف. مع السلامة.